الفيديو ده نصيحه للمرضى، لو عايز تعرف اكتر عن الحاجه اللي عندك او انت سمعت تشخيص من الدكتور وعايز تقرا اكتر عنه، فانت هتخش على الانترنت تعمل بحث وتقرا عن المرض بتاعك. المشكله ان لما بتعمل بحث ساعات البحث ده بيوديك في حته غلط، فلو سمحت في طريقه لما تعمل بحث. اول حاجه هتعرف من الدكتور اسم المرض بتاعك بالانجليزي، يعني التشخيص بتاعك بالانجليزي ايه، خليه يكتبه لك على الروشته وهتسيرش بالاسم الانجليزي. هيطلع لك حاجات كتير قوي، اولهم عاده بتبقى جامعه في امريكا اسمها مايو كلينيك او كليفلاند كلينيك او حاجه اسمها اورثو انفو. الحاجات دي كلها حاجات منظمه ومكتوبه مظبوط قوي ومكتوب فيها كلام دقيق ومش بطريقه علميه، مكتوب بطريقه بسيطه لاي بني ادم يقراه باللغه الانجليزيه. فانت ببساطه لو خدت السيرش ده وترجمته بالعربي هتعرف اكتر عن المرض اللي عندك. بس لما بنيجي ندور لو رحنا في حته غلط بتلاقوا معلومات غلط. مثال، لما جيت ادور على موضوع الشوكه العظميه، لو انت كتبته بالانجليزي بيطلع لك كلام علمي دقيق جدا. لو كتبت الشوكه العظميه باللغه العربيه، المشكله انه بياخدك علاج الشوكه العظميه، ولقيت العلاج ايه، الدكتور هيشيلها لك بمشرط وانت في العياده عنده ومش عارف ايه. فقريت بقيه الكلام وهتستعمل لزقات وكريمات او حاجات تنعم الجلد، وجيت في الاخر ان الشوكه العظميه هنا او مسمار الكعب يقصدوا بيه الكالو. فدي قصه مختلفه تماما. فشفتوا الفكره لما دورت بالعربي لقيت ايه، ولما دورت بالانجليزي لقيت الكلام المظبوط. فدايما لما نعمل سيرش على الانترنت لازم تتاكدوا ان المصادر اللي بتدوروا عليها مصادر صح، والمرض اللي مقصود اللي انت بتدور عليه مقصود صح، والا هتاخد معلومات خاطئه تماما. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام في القصر العيني ومتخصص في المفاصل، وتابعوني في الفيديوهات هقول نصايح للمرضى كتير.